شغلات تخلي الرجال ينفر من عندك: الخيانه، ما نقصد بها الخيانه الزوجيه، اي نوع من الخيانه، تحكين ويا صديق، تحكين ويا حبيب، تدزيلش مسج بالغلط، هاي عيني تعتبر عندنا خيانه صراحه. تكذبين عليه هوايه، الروتين اللي يقتل مشاعر الحب بيناتكم، واهمال مشاعر الرجل. يعني من يجي يقول لك حبيبتي ويبوس بيك ويحضنك تقولي له هو لو ما تديري له بال، هذا يخلي الرجال ينفر من عندك، ما يجيش بعد مره ثانيه. كبت الحريه، تخنقينه خنق الرجال شويه، اعطيه مجال يطلع برا، يطلع ويا اصدقاء عادي. اهدافه واحلامه، هو يفكر بجهه وانت تفكرين بجهه، هو خطيه يشتغل ويتعب ويكل ويقدح ويجيب الفلس يحطه فوق فلس على مود يسوي له الشغله، وبالاخير تقول والله خابصنا ستة وين والدنيا وين. البرود بالعلاقة العاطفية، الرجال هم يحتاج له شوية كلمة حلوة، يحتاج له حنية، يحتاج له هيجي حنان لازم. واخير شغلة اللي ينفر من عند الرجال: اهتمامك الزايد باهلك. قدامه الاهتمام بس إله، ورا تبين تهتمين باهلك، بعشيرتك كلهم، باخوانك، باصدقائك، بصديقاتك، ما حد يقول لك لا. تحياتي لكم واحبكم كومات كومات، باي باي.